كؤوس تشيز كيك تحلية رمضانية بامتياز، سكرها مضبوط وبنتها ما نحكيش. اولا راح نوجد لاماس دي جيلاتين تاعي، حطيت بودرة الجيلاتين مع الماء البارد وخليتها تتنفخ. من جهه وجدت البسكويت تاعي اللي كنت رحيته وطميته بالزبده اللي كنت ذوبتها حتى نتحصل على هذا القوام. نحطه في الكؤوس تاعي ونضغط عليه هكذا، من بعد ندخلوه للثلاجه يبرد. من جهه اخرى عندي الحليب، شويه نتاع الزبده، لافاني وشوكولا بيضاء، راح نذوبهم فوق النار. من بعد نزيد لهم لاماس دو جيلاتين اللي كانت تنفخت، نذوبها معاهم ونخليه يبرد. ومن بعد طلعت كريمه سائله 30% مواد دسمه. وجهه واحده اخرى عندي جبن الماسكربون اللي تقدروا تعوضوه بجبن الرجيم، خلطته حتى هو. من بعد خلطته مع الكريمه اللي كنت طلعتها، تحصلت على هذا القوام اللي راح نزيد له الحليب اللي وجدناه في الاول بعد ما برد. نحصل على خليط يكون نوعا ما سائل، قسمته على عده اقسام، كل قسم حليته بالحاجه اللي نحبها. انا درت لاباط دو فخوي، تقدروا حتى ديروا شوكولا تارتيني، وحطيته في الكؤوس تاعي اللي لازم يبردوا في الثلاجه 6 سوايع على الاقل حتى يتماسك هذاك الجيلاتين. وزينته بالفاكهه كيما راكم تشوفوا، وقدمته هو بارد بزاف بنين، على بالي راح يعجبكم. ديروا حفظ للوصفه وبالصحه والهنا.